السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. يلا بينا إن شاء الله هنعمل حاجة جميلة جدا جدا نزين بها التورت والكيكات بتاعتنا. يعني هنعمل كيكاية نخليها تورتاية بأبسط الحاجات وأبسط المكونات، بمكعب كده شوكولاتة دارك ومكعب شوكولاتة بيضة. هنعمل حاجات تحفة وهنطلع الفنان اللي جوانا بقى إن شاء الله. يلا بينا ندخل مع بعض المطبخ ونجهز الوصفة العسل دي. هنحتاج مكوناتنا ايه؟ مكوناتنا بسيطة خالص. مكعب شوكولاتة بني أو الدارك اللي هي بالكاكاو، وشوكولاتة ومكعب شوكولاتة بيضا. تحفة يا حبايب قلبي، هنعمل بيهم أحلى شغل إن شاء الله. أنا ديت الشوكولاتة ديت أنا بجيبها كده اللي هي بتاعة المطبخ من عند مستلزمات الحلواني بالشكل ده يا حبايب قلبي. محتاجة مكعب اتنين، على قد ما بتحتاجي بتجيبي. هنبدأ بقى كده يا حبايب قلبي، معانا البورد بتاعتنا أو القطاعة والسكينة. هي دي كل المكونات اللي هنحتاجها في الوصفة النهاردة. هنقطعها كده بالشكل ده يا حبايب قلبي. هطلعها من التلاجة أو من الفريزر، هسيبها ربع ساعة بره ولا 10 دقايق في الجو ده، هتبقى سلسة خالص معايا. انا مستعجله، نبشرها بالمبشره مفيش اي مشاكل. اي حاجه هتعملوها بيها هتبقى جميله جدا. والقطعه دي كده لو عملناها بالسكينه اللي بتنزل ديت، ممكن دي نحطها كده على تورتايه وعلى كيكايه، هتخليها احلى تورتايه واقيم تورتايه بامر الله يا حبيب قلبي. ممكن اقطعها زي كده واخد بقى في علبه كده محكمه واحطها في التلاجة، وقت ما اعمل كيكايه او تورتايه هحط على الوش كده مع الجناش، هتخليها في حته تانية خالص. دي افكار بس يا حبايب قلبي، إيه نساعد بها بعض كده إن شاء الله يا حبايبي. والجزء المتبقي ده بقى نحطه في كيس حلواني صغير. واللي ما عندوش، أنا دلوقتي حطيته في كيس من بتاع المطبخ كده صغير، حاجات باجيبها لطلبات معينة عشان نسهل على بعض الدنيا، يعني ما نعقدش الدنيا. يقول لا ده هي حطها في كيس حلواني وأنا ما عنديش مش هعرف أعمل وصفة. لا هنعملها وهتبقى أحسن مني كمان بفضل الله. هنقطع بقى كده يا حبايب قلبي برضو الشوكولاتة البيضة بالشكل ده، ونفس النظام هاخد برضو شوية في علبة كده معايا من البني، وشوية في علبة تانية من البيضة. إن شاء الله هنستعملهم مع بعض في المطبخ بأمر الله في وصفات. عبيتهم يا حبايب قلبي في كيسين اتنين، ومش هحطهم في بولة ولا هعملهم حمام بخار ولا حاجة أبدا، عشان مهما عملتهم على الحمام بخار بهدر معايا في البولة من كمية الشوكولاتة. هنعملهم النهاردة بطريقة جميلة جدًا، جدًا. بس هاشيل الجزء اللي هو الكبير من تحت ده، وأكون حريصة ما أجيش على الجزء المقفول من تحت، عشان ما أبوظش الكيس معايا أو ينزّل كل كمية الشوكولاتة. هاقص الجزء الزيادة ده عشان ما يضايقنيش في الشغل بحكمة يا حبايب قلبي بالشكل ده. وافتح فتحة تكون رفيعة جدًا، جدًا على قد ما أقدر، تكون دقيقة عشان ما تنزّلش الشوكولاتة طبعًا هتبقى سايلة، ما تنزلش معايا بكمية كبيرة. لأ أنا هاعمل جوّه روزيتات دلوقتي، فعاوزاها تنزل حاجة رفيعة جدًا، جدًا معايا. ونفس الوضع عملت برضه البيضة، قطعت الكيس بالشكل ده كده، الجزء الزايد اللي فيه، بس ما اقطعوش يا حبايب قلبي قبل ما احطه في المَيّة معايا. ديّة بولة كده، أنا غليت المَيّة دي يا حبايب قلبي وشِلتها حطيتها معايا على الرخامة كده بالشكل ده. هاحطها فيها ما تقلقوش أبدًا، مش هتبوظ ولا هيجرى لها ولا هتقطّع ولا تكلكع ولا حاجة أبدًا، هتدوب وهتبقى سائلة خالص، خالص. أنا جايبة الأشكال دي يا حبايب قلبي من عند مستلزمات الحلواني. وبرضه مرّة شُفتها عند بتاع الأدوات المنزلية، استغربت يعني بس كانت هي نفس الأنواع دي. ودي كانت عندي يا حبايب قلبي، أنا كنت عاملة مشروع والحمد لله رب العالمين، الحمد لله لمّا تعبت وقّفته. فكانت موجودة عندي في البيت. فقُلت إن شاء الله نعمل بقى النهارده الأفكار دي مع بعض. بنجيب التورتاية، بتبقى بسيطة جدًا، جدًا، بس عليها شوية حاجات من ديّة ب بيحطّوا لها سعر غالي جدًا، جدًا. فقُلت لو حد إن شاء الله مجرّد فكرة كده إن إحنا نشوفها عند مستلزمات الحيواني، نجيب الأشكال اللي تعجبنا، أشكال مجسّمة وأشكال كتير جدًا، جدًا. هنجيبها ونقص بقى على قد الكمية اللي إحنا عايزينها بالشكل ده. واهم حاجه يا حبايب قلبي في الوقت ده الكيس، لما طبعا الشوكولاته سالت معايا هي بقت زي حاجه سائله. اهم حاجه يا حبايب قلبي طبعا هيبقى الكيس مبلول وشايل كميه ميه. هجيب مناديل مطبخ زي كده وهنشفها كويس جدا جدا، وانشف المكان وانشف ايدي وانشف الكيس. واقطع بقى حاجه بسيطه جدا جدا جدا، يعني تكاد تكون كده يعني زي الخيط. معلش انا فوجئت ان الصوره مش واضحه وانا بقصها. بالشكل ده يعني الفتحه دقيقه جدا. وأبدأ بقى كده أحطها. أنا نقلت الطبق التاني، حسيت إن عشان ديّة روز ودي روز، فقُلت مش هيبان، فجِبت على الطبق الأسمر، بس اكتشفت في الآخر إن التاني كان أحلى. بس خير قدّر الله ما شاء فعل. هامسك بقى الكيس بحكمة كده يا حبايب قلبي وأنزّل بالراحة جدًا. وطالما أنا فاتحة الفتحة رفيّعة زي الخيط كده، بتدّيني كمية بسيطة أنا أقدر أتحكّم فيها براحتي. هاحط في كل واحدة كده من الروزيتات ديّة جزء من الشوكولاتة، وبالراحة كده هاخبط عليها خبطتين خفاف كده، هتتوزّع لوحدها عسل. لو لقيت جزء كده في الجنب ما وصلوش شوكولاتة، يعني معنى كده إن الكمية عاوزة حاجة بسيطة. أحُط حاجة بسيطة جدًا، جدًا.
وبرضه كده أخبطها خبطتين هتستوي تبقى زي العسل. هاحطها بقى معايا كده على طبق أو على صينية، كل الكمية اللي عندي هاعملها، وهاعمل برضه من أشكال الفراشة ديّة عسولة وcute وجميلة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هاعملها برضه بالبيضة. عاوزين تعملوا كل الكمية اللي عندكم بالشوكولاتة البيضا براحتكم، عايزين تعملوها بالشوكولاتة اللي هي الدارك أو البني ديّة الكاكاو براحتكم خالص، خالص. دي حاجة ذوقكم وحسب رغبتكم وحسب ما تحبوا. أنا بادّي بس الفكرة بس إيه، لبنات حبايبي واخواتي كده اللي أول مرّة يعملوا حاجة زي كده. بصراحة جميلة جدًا، بتنقل الكيكاية معايا لأقيم تورتاية بفضل الله. ولو مش موجودة الأشكال ديّة متوفرة عندنا، هنخبطها برضه يا حبايب قلبي خبطة كده عشان ما يبقاش فيها فراغات وتتوزّع كده وتبقى متساوية وجميلة جدًا، جدًا. إن شاء الله زي ما شُفناها في أول الفيديو كده، هنشوفها مع بعض وبتطلع بكل سهولة ما تقلقوش. مش بتمسك ولا بتتكسر ولا حاجة أبدًا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هننقلها كلّها بالشكل ده يا حبايب قلبي، نشكِّل بقى كده. يعني القلب ده أنا عملت منه جزء بالشوكولاتة البيضا، وجزء باللي هي البني، الكاكاو، بالشكل ده يا حبايب قلبي كيوت وعسل قمر ما شاء الله. واللي ما عندوش الأشكال ديّة ممكن بقى نطلّع الفنان اللي جوانا وعلى ورقة زبدة كده على طبق إن شاء الله هتشوفوها دلوقتي، ونرسم أي حاجة بنحبها بقى، أي حاجة، إحنا كل واحد بقى يطلّع الفنان اللي جواه. بس الفنان اللي جوايا طلع يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. هنشوفه مع بعض دلوقتي وما تضحكوش عليَّ ولا تتريقوا. إن شاء الله بقى، أختكم كبيرة بقى وعملت أي حاجة. الحمد لله بالشكل ده. ولو في برضه معانا يا حبايب قلبي بالمناسبة كده برضه أي زيادات بنشيلها وبتتكسر بكل سهولة وما بتبوظش الشكل ولا حاجة أبدًا. شايفين والله يا حبايب قلبي أول مرّة أطلّعها معاكم يعني من التلاجة على كده قدّامكم على طول، بتطلع بكل سهولة. وبرضه الشكل اللي هو الروزيتات ديّة أنا بصراحة مش بارميها، باعينها تاني، بامسحها كده بمناديل المطبخ وباعينها، باستعملها تاني حتى لو الشكل اللي جوّه طلع مش مشكلة، بتدّيني برضه أشكال بُني أو بيضا جميلة جدًا، جدًا. وإن شاء الله مرّة تانية ممكن الشوكولاتة البيضا دي نفسها إحنا نلوّنها باللون الغذائي بتاع المطبخ ونشكّلها أي لون إحنا عايزينه. ودي بقى اللي إيه، الفنان اللي جوّايا اللي طلع عملت بيه الحاجات اللي أنتم شُفتوها دي. يا رب، يا رب تعجبكم الفكرة وتكون كده حاجة جميلة وأكون ضيفة خفيفة على قلبكم كده. إن شاء الله اللي أول مرّة يشوفني ما ينسانيش من الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس وكومنت حلو كده يا حبايب قلبي. إن شاء الله تعملوه وتتهنّوا بيه يا رب. وما تنسونيش من دعوة حلوة والصلاة على الرسول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.